السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. قبل ما اقول اي حاجة صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا بتاسف لكم جدا جدا ان انا طالعة تعبانة يا جماعة، والله تعبانة جدا، بقالي كام يوم تعبانة. ودول بقى دعوة جميلة كده من قلوبكم، بالله عليكم دعوة جميلة كده من قلوبكم، مش لاحقة اتكلم وتعبانة جدا. ورحمت تعبان وكشف عليه 3 مرات وما رقش، ورحت للدكتور تاني امبارح كشفت عليه والحمد لله جاب نتيجة الحمد لله، ولسه مديله حقنة الوقت الجاي، وانا خدت حقنة برضه ولسه جاي. ادعوا لنا كده، وحتى احلام برضه تعبان، احنا التلاتة تعبانين. فادعوا لي بالله عليكم يا جماعة، لما تعبانة اخرى فادعوا لي بالله عليكم. بالله عليكم ادعوا لي كده ربنا يحوش علينا ويشفينا يا رب، ويبعد عننا اي مكروه وسوء. فانا اسفة لكم اخر مرة اللي انا طالعة بالصوت ده وبالتعب اللي انا فيه ده، انا اسفة جدا جدا جدا. وبحبكم كتير كتير قد الدنيا دي كلها، داخل مصر وخارج مصر، كلكم عراسة طبعا كالعادة، منورنا ومشرفين الحياة. نغسل مع بعض المواعين كده يا حبايب قلبي، وخليكم معايا. حط اللايك بقى والاشتراك يا جماعة، بالله عليكم حطوا اللايك والاشتراك. اسفة جدا ان طلع لكم كده دعوة جميلة كده من حبايب قلبي لاختكم اسراء، دعوة حلوة كده من حبايبي لاختكم اسراء. اغسل معاكم المواعين. بالله عليكم دعوة حلوة كده عشان مش قادرة. انا حاسة كده انتوا مش هتسمعوني، احس انتوا مش هتسمعوني من الصوت عشان صوتي تعبان، وانا واخده دور برد مخلص عليا. الحمد لله، احمد ربنا. بالله عليكم بالله عليكم اللي ما حطش اللايك يحط اللايك. ولو سامعيني قولوا لي سامعاك لو سامعيني قولوا لي سامعينك في الكومنتات. مش سامعيني قولوا مش سامعينك خالص. قولوا لي بقى ربنا يحوش عني ويحوش عن رحيم. كشف عليه والله العظيم دي تالت مرة اكشف عليه امبارح. وانا برضو واخده حقنه، ولومه تعبانه برضو، كلنا تعبانين. فدعوه كده بالله عليكم جميله كده من قلوبكم، ان ربنا يحوش عننا ويشفينا يا رب بحق الايام المفترجه يا رب. والله يا جماعه ما بعرف انام، والله ما بعرف انام، ما بعرفش انام خالص من التعب. حتى الولد ما بعرفش ينام، السخونيه ما بتنزلش، بقاله 3 ايام السخونيه عنده ما بتنزلش خالص. السخونيه عنده ما بتنزلش. رحت كشفت عند دكتور تاني، تالت واحد. الحمد لله، نحمد ربنا. بالله عليكم اللي ما حطش اللايك يحط اللايك، بالله عليكم. انا محتاجاكم بالله عليكم، والله محتاجاكم، محتاجاكم كتير جنبي والله العظيم بجد. اللي ما حطش اللايك يحط اللايك. بالله عليكم اللي ما حط اللايك يحط اللايك يا جماعه. ما تقوليش هتغسل المواعين تودي فين؟ فوق على المطبقيه. لا انا بصفي المواعين الاول كده على فوطه، بصفي على فوطه، وبعد كده ايه اقوم حاطه بقى فوق في المطبقيه. ما بعرفش احط ميه على بعضها كده، ما ينفعش، ما اتعودتش على كده. اتعودت ان انا اصفي المواعين على فوطه، وبعد كده ايه بعد ما ينشف المواعين من الميه اقوم حطها في حطها هنا فوق. لان انا اعرف ناس بتغسل وتحط فوقها كده على المطبقيه على طول، انا ما بعملش كده خالص.
ولا عمري عملت كده خالص. الناس على طول بتغسل وتحط كده على المطبقيه من فوق، انا ما عملتش كده خالص. الميه بتعمل زملطه على الكوبايات وعلى المواعين وبتبقى عامله حاجات وحشه. انا ما اتعودتش على كده خالص. مواد كتير النهارده. صينيه البسبوسه، عامله صينيه بسبوسه اللي هي دي شفشق العصير. شفشق العصير دون اللي عامله عصير فراوله، موز على لبن على فراوله. فبالله عليكم ادعوا لي بحق الايام المفترجه، ربنا يشفيني ويشفي ابن بنتي ويشفي لومه يا رب. اشفوني، يشفيني كده ويشفي مرضى المسلمين كلها يا رب يا رب. وبتاسف لكم ان انا طالعه كده يا جماعه، انا اسف حقكم عليا. اسف لكم ان انا طالعه لكم تعبانه عشان تعرفوا ان انا تعبانه. تعذروني وتعرفوا ان انا تعبانه. كنت عامله فيها معمر، كنت عامله في الطاجن الصغير ده معمر امبارح، معمر بالسكر. كانوا طالبينه مني فعملت معمر بالسكر. هو طاجن صغنن كده على قد يا دوب. يعني انا عملت ايه؟ اقل من نص كيلو رز، يعني ربع حبه كده، يعني ربع كيلو ونطره صغيره يا دوبك جم في الطاجن ده كده. ما بنعملش احنا معمر بالملح دي خالص. محدش بياكله. فطلبوا مني معمر بالسكر، عملت ايه؟ الصغننه دي كده على قد الايه، حطيتها في وسط الفطار على الطبليه كده في وسط الفطار، ياكل ياكل منها، ما ياكلش ياكل، ما ياكلش محورين بقى. دي كنت عامله فيها بسبوسه. يا جماعه انا بتاسف لكم لاخر مره ان انا طالعه لكم تعبانه بالشكل ده، انا اسفه جدا 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 لكل اخواتي وحبايبي. انا بس بعرفكم ان انا معاكم على طول، يعني مش ايه، مش هغيب عنكم. بعرفكم بس ان انا معاكم عشان ما اتاخرش عليكم بس وتقلقوا عليا، انا معاكم على طول. طبعا انتوا مشاركيني في فرحي وفي وفي كل حاجه، يعني انتوا مشاركيني في كل حاجه.
فاعذروني بقى، اعذروني. الحلة دي كان مكانها رز. سيبها تبوش بقى لان مكانها رز. انا هسيبها تبوش لان مكانها رز يا جماعه. دي المصفى بتاعت الكمبيوتر. بتصفي اي حاجه، بيجي فيها رز، بيجي فيها اي حاجه بصفيها زي ما انتم شايفين كده في الباسكت الصغير اللي على الحوض ده. طبعا الحله هسيبها تبوش بقى لغايه ما تبوش اللي فيها. ادعوا بالله عليكم، بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. دعوه جميله منكم كده، من قلوبكم كده، من اعماقكم كده، من جوه. دعوه ليا انا ورحيم ابن بنتي، ودعوه للومه. يعني انا ولومه ورحيم تعبانين جدا. فمعلش احنا اعذرونا ان احنا اتاخرنا عليكم في الفيديوهات. اعذرونا اعذرونا. كنا اتاخرنا عليكم في الفيديوهات فاعذرونا، احنا والله غصب عننا. احنا اسفين. طبعا الحاجه اللي على البوتاجاز دي حله فيها ملوخيه، الحله التانيه فيها شوربه خضار رحيم. حله فيها ملوخيه يا جماعه، وحله فيها شوربه خضار كنت عاملاها الرحيم امبارح. ولا بياكل ولا بيشرب، والله ولا بياكل ولا بيشرب. العرض الفاضي يا جماعه عاوزاله، بصوا زي برواز كده، يعني زي برواز كده على الحوض عشان الميه ما تنزلش على الارض. فان شاء الله باذن الله اما ابقى اخف بس شويه وابقى الدنيا تبقى حلوه كده تمام والدنيا رايقه، هجيب الراجل يعمل لي ايه زي برواز كده للحوض عشان الميه ما تنزلش على الارض. لان انا كنت حاطه حتتين بلاط كده بس رخام صغيرين كده على الحوض عشان الميه ما تنزلش، يحموا الميه ما تنزلش على الارض. كنت معاكم خضره، شوفوا راس فجل قد ايه، راس كبيره قوي، راس كبيره قوي. بس قطعه. بس الفيديو عشان ما يطولش عليكم.
جايبه الخضره وانا جايه كنت بدي الرحيم حقنه، وانا خدت حقنه برضو في الصيدليه، واحده ست اللي مدياني. تعبانه جدا جدا يا جماعه، تعبانه جدا جدا جدا، والعيل تعبان جدا رحيم. فادعونا بالله عليكم دعوه حلوه من قلوبكم كده. دعوه جميله كده من اخواتي، من اختكم اسراء. فجل راسه كبيره قوي. شو الفجل؟ راسه كبيره قوي اللي كده. عندنا احنا بنحب الفجل يا جماعه، عندنا هنا بنحب الفجل. انا قررت اعمل مكرونه النهارده، اعمل مكرونه وبيض وبطاطس وكده يعني. كل يوم حيره على الاكل والله العظيم، كل يوم حيره. كل يوم نقوم هنطبخ ايه، نعمل ايه، هنسوي ايه، كل يوم قرف. وبالذات شهر رمضان بقى 30 يوم، فالواحد بيبقى صايم وكده عاوز ياكل اكل حلو. يعني الواحد بيبقى صايم عاوز ياكل لقمه حلوه. 30 يوم بالطول وبالعرض. الواحد بقى يقعد يفكر يطبخ ايه، كل يوم قرف. من ساعه ما رمضان جه احنا سمك فراخ لحمه محشي. مرة واحدة عملتها بطاطس مقلية وبيض، هي مرة واحدة. قلنا ما نغير بطاطس وبيض وكده، وجلاش وصينية مكرونة بشاميل. فقلنا ما نغير بقى، كل يوم حيرة وقرف. كل يوم بقى بندور، كل يوم نقول نطبخ ايه، هنعمل ايه. تجمع المرقة على الخضرة واقوم حاطة عليه خل، عشان أي ميكروب أي حاجة. خضرة جاية بقى من الأرض ومن إيد لإيد بقى وكده، وكل اللي بينقي خضرة. فطبعا أنا منقعها وبحط لها خل كده شوية، عشان أي ميكروب ولا أي حاجة فيها. خلاص. وطبعا البوتاجاز بقى زي ما انا قلت لكم عليه شوربه خضار بتاعت رحيم، وعلى ملوخيه، ملوخيه من امبارح. يا رب بقى يا حبايب قلبي اكون فيديوهاتنا عجباكم، اكون خفيفه عليكم كده، واكون عند حسن ظنكم. في رعايه الله، مع الف سلامه.